العربية ديت مسروقة من صاحبها بقالها حوالي 10 سنين. كل حاجة مسروقة ومنتوشة من العربية ماشية 6000 كيلو. العربية ديت بصمة، طبعا هو مش عارف يدورها، وكنترولها مسروق برضو. كل حاجة خاصة بالدوارة وبآلات الجر مش موجودة، ما بتفتحش طبعا كونتاك ولا بتدي مارش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الله عمار من مركز عمار. معانا النهارده عربية كيا سيراتو، حاجة تحزن وتفرح في نفس الوقت. كل حاجة مسروقة ومنتوشة من العربية، حتى دايرة البصمة والكنترول وكل حاجة. ما بتفتحش طبعا كونتاك ولا بتدي مارش، لأن السمارت كي أو البصمة هي مش شايفاها. أهو ادي شايف لمبة السكيورتي عمالة بتدي فلاش. هنكود له ان شاء الله بصمه جديده، ونركب له كنترول، وندور له العربيه، ونعمل له بقى صيانات للموتور والفتيس. كل السوائل بتاع العربيه اتغير، لان الحاجات دي موجوده في العربيه من اكتر من 10 سنين. غلط جدا، لازم كل الكلام ده الزيوت والسوائل دي كلها تتغير. يعني ربنا يبارك له فيها ويعطيه خيرها ويكفيه شرها ان شاء الله. هندورها ونرجع لكم تاني بامر الله. بفضل الله خلصنا العربيه الكيا وقفلناها بالكامل، والعربيه بقت بتدور من اللطشه. شغلنا فتيس الاستابترون. كنتش نافعة اساسا. 100 100. تسلم ايدك هندسة.